ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهارده فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ براش وهو في المؤتمر وبيتكلم فيه عن أخوه جوبال صاحب شركة بيبو المارت، وبيقول إن أخويا بيصرف 50% من إيرادات الشركة على التعليم المجاني والرعاية الطبية، والنهارده الحكومة الهندية هتديله كيسة باتما شيري، وأنا حاسس بالفخر عشان أنا أخوه صغير. وبيقول لهم دلوقتي ان اخويا هيكمل معاكم، وساعتها كل الموجودين بيرحبوا بجوبال، وبيقول لهم جوبال علشان تحققوا النجاح مش لازم تستعجلوا، لانه مش بيجي في يوم وليله، ده بياخد سنين من العمر، ولما تحققوه هتحسوا وقتها بالازدهار، وعلى قد ما هتجتهدوا على قد ما هتوصلوا لاعلى الدرجات. وبيقول لهم انا اكتشفت ان انا عندي مرض خبيث وهموت بعد شهرين، وزي ما انا عشت ناجح بتمنى ان انا اموت ناجح. وبيظهر هنا جي بي وهو بيقتل صاحب الشركة هو وابنه كارسي علشان يستولى على الشركة، ويقول ان الفقير يكون حلمه الفلوس والغني يكون حلمه النفوس، وصاحب النفوس هنا بيكون حلمه امتلاك العالم كله. وعلشان كده مش لازم تتكاسل عن شغلك علشان ما يجيش حد ويستولى عليه. وبتقول الاخبار ان شوبال قرر ان هو يوسع 50% من اسهم شركته على موظفيه، وبيشوف هنا جي بي الاخبار وبيقول من الواضح كده ان احنا مش هنحصل على الملكية، ده احنا هنحصل على الامبراطوريه كلها. وبيروح سوامي الراو ورجالته وبيقول لهم مين اللي اتكرر امبارح وجه عندنا البيت وهدد بابا كمان بتسليم البيت، فبيقول له ده انا وده كمان وده كمان. فبيقول لهم سوامي فكروا كويس قبل الرد علشان انا لو بدات انتقامي مش هسمع على اي حد فيكم. فبيقول له ده هو انت مش عارف انت واقف على ارض مين، وبيهجم عليه ساعتها هنا بالمطرقه، لكن سوامي ساعتها بينيمه على الارض وبيبص له راو هنا بكل صدمه، وبيقول له احنا لسه كنا بنتكلم انت ليه ضربته؟ فبيقول له سوامي لانه شخص شرير، فبيهجم عليه ده، وساعتها سوامي بيمسك العصابه وبيروق عليهم كلهم وضرب فاخر من الاخر. وساعتها راو هنا بيخاف وبيقول له بهدوء انت ايه مشكلتك معانا؟ فبيقول له سوامي جه واحد امبارح من عصابتك وهدد ابويا ساعتها، وانا بصراحه مش همشي من هنا من غير ما اعرف مين اللي عمل كده. وساعتها راو بيقول له احنا بنهدد ناس كتير كل يوم وهنعرف ازاي مين فيهم باباك. فبيقول له سوامي ثانية واحدة، وبيكلم باباه هنا فاسو فيديو وبيوريه لهم، فبيقول له ده باباك، ده احنا هنقتل كل افراد عيلتك وهناخد بيتكم كمان. فساعتها سوامي هنا بيتعصب، وساعتها بيدي ده التليفون علشان يصور هو بيعمل ايه في العصابة، وسوامي ساعتها بيمسك العصابة وبيروق عليهم تاني، وبيتفرج باباه ومامته واخته سوبوا عليه وبيكونوا فرحانين قوي. وبتقول له مامته اضرب الواد الاصلع اللي هناك ده عشان كان نافخ ستره قوي امبارح علينا. وساعتها راو بيقول لها اهدي يا حاجه انت عماله تسخني في ابنك، احنا ما عندناش تامين نتعالج فيه اصلا. وساعتها الام بتقول لسوامي كفايه كده ويلا روح لشغلك، فبيقول لها ساعتها حاضر. وبيقعد سوامي مع راو وبيقول له بما ان اللي حصل ده كان اول غلطه ليكم، انا كنت جايب معايا السلاح التأديبي، انما لو حصل الغلط ده تاني هقرر ان انا اجيب سيفي واقطعكم كلكم. فبيتخيل راو كده اللي ممكن يحصل له، فبيقول له مش هيتكرر تاني وتقدر ساعتها تمشي. وبيسأل جوبال هنا مراته فين انانت، فبتقول له بيلبس هدومه، وبتكون المفاجأة هنا ان انانت هو شبيه سوامي. وبيسأل جوبال سانشي ايه اللي حصل في فيسيكا، فبيركع بالاحداث وبنروح الى فيسيكا، وبيدخل هنا اشوك بركالته على انانت الشركة وبيهددوه كمان، وبيقول له طالما الشركة دي مفتوحة هنا هيبقى هاخد هنا 10% من ارباحها. فبيقول له انانت الشركة دي مفتوحة بجهد الاف الاشخاص، وانا اسف جدا مش هقدر اديك اي حاجة من الارباح. وبيقعد اشك هنا وسط رجالته حاطط رجل على رجل. وساعتها انانت بيقول انا بابا قال لي في يوم من الايام ان لو في شخصين هنا مختلفين مع بعض واللي هيبدا بالهجوم يكون راجل عادي، انما اللي هيقعد ويحل المشكله بالتفاهم هيكون رجل اعمال ناجح. وساعتها انانت هنا بيمسك المايك وبيقول للعصابه لو حابين تشتغلوا في شركته وتكونوا ناس محترمين هيبقى ليكم هنا معاش هتصرفوا منه بعد سن ال60، وانا موافق بس لازم تقتلوا الشر اللي جواكم قبل ما تدخلوا معانا الشركه، ولو عايزين تفضلوا مع اشوك تعيشوا بقى عمركم في ذل واهانه لحد اما تتعافوا هنا ويرميكم زي الكلاب وما تلاقوش اي مليم معاكم. وانا برضه موافق بس لازم تقتلوني الاول قبل ما تفكروا تدخلوا الشركه. فبيقول لهم اشوك انتوا واقفين تسمعوا ليه؟ روحوا يلا قتلوه. فبيرموا كلهم الاسلحه اللي في ايديهم وبينضموا لانانت، وبيحتفل انانت وبيغني ويرقص كمان. وبيروح سوامي هنا الشغل وبيساله صاحبه
عملت ايه في الكارت اللي انت كنت طالبه من المدير؟ فبيقول له قدمت الطلب ولسه مستني الموافقه بتاعته. فبيقول العامل تالي سوامي المدير عايزك. وسوامي ساعتها بيفرح وبيقول لصاحبه اكيد وافق على الكارت. وبيدخل سوامي هنا للمدير فرحان وبيقول له شكرا على الموافقه بتاعتك على الكارت اللي انا طالبه. ويقول له المدير كارت ايه وكلام الفاضي ده، انت اتخانقت مع واحد هنا وضربته كمان. فبيقول له سوامي ايوه بقى ايه المشكله؟ فبيقول له المشكله ان الحد ده هتتني وانا خايف بصراحه منه، وعلشان كده انت لازم تقدم استقالتك وده القرار النهائي بتاعي. فبيقول له سوامي اصل انت شخص كمان. وساعتها بيمشي وبيسيب له الشركه كلها. وبيروح خطيب سوبو هنا وبيقول لفاسو انا عارف ان طلب بابا بانكم تعملوا فرح كبير امر مكلف عليكم، وانا بصراحه حابب ان انا اساعدكم من وراه. فبيقول له فاسو ما تشغلش بالك، انا ابن سوامي ربنا يخليهولي عمل كل حاجه ومظبط كل حاجه كمان. فبيقول له ساعتها تمام وبيمشي من قدامه. وبيجي سوامي هنا وبيقول لباباه ان المدير طردني من الشركه. فبيقول له فاسو فرحه امك بيك وهنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له بصراحه مش عارف. وبيكلم سوامي هنا صاحبه علشان يشوف له وظيفه تانية معاه هنا. فبيقول له صاحبه انا كلمت المدير وقال ان هو مش محتاج حد دلوقتي، وعلشان تقدر تحصل على كارت لازم تلاقي وظيفه في خلال 30 يوم ومن اول مرتب هيتحول لحسابك البنكي هتقدر تاخد الكارت ده. وبيقول سانشي هنا لجوبال من الافضل ان انت تمسك انانه اداره الشركه. فبيقول له سانشي ما تحاولش مع اخويا تاني لاني صفرت ابني خلاص على امريكا بخصوص دراسه اداره الاعمال علشان يمسك المنصب ده. فبيقول له ساعتها انانه هنا وماله ممكن يخليه يرجع من امريكا واحنا كمان نخليه مدير للشركه. وبيقول جوبال هنا لانانه انا عايز افرح بيك واجوزك قبل ما اموت، ولا انت مش عايزني احضر فرحك اصلا؟ فبيقول له انانه الموضوع ده مش كده، عيد ميلادك بعد 30 يوم وهنوظف 1000 شخص لشركة فاسكا وهتتعادل رؤيتك كمان لسعادة الأسر دي 1000 هدية بالنسبة لك وبعدها نتكلم. فبيقول له تمام. وبيروح سوامي علشان يعمل هنا مقابلة للوظيفة. فبتتصل عليه أخته وتقول له أنا خرجت مع خطيبي ومعايا واحدة كمان صاحبتي، إيه رأيك تيجي معانا؟ فبيقول لها هخلص المقابلة واكلكم على طول. وبيدخل سوامي هنا يعمل المقابلة وبيسأله المدير أنت ليه اتطردت من الوظيفة بتاعتك؟ بس قبل ما سوامي هنا بيرد اخته بتبعت له رساله وبتقول له الحقني وتعالى لي بسرعه. وبياخد سوامي هنا ملفه وبيمشي من قدام المدير وبسرعه بيروح لاخته ومش بيلاقيها هي اللي هناك وبيلاقي صاحبتها هنا بريه. وبيقول لها امال فين اختي؟ وبتقول له في الحقيقه انا اللي بعت لك الرساله لان الشباب دول ضايقوني وتليفوني اتبدل مع سوبو ولقيتها مسجله هنا رقمك. وساعتها سوامي هنا بيعجب بيها قوي وبيقول لها طب انا همشي دلوقتي ومش هساعدك غير لما تبعتي رساله تانيه واكتبي بدل يا اخويا اكتبي يا بطلي. وساعتها هنا بيمشي وبريه هنا بتخاف من الشباب دول وبتبعت ساعتها الرساله. وساعتها سوامي هنا بيرجع وبيروق على الشباب وضرب فاخر من الاخر. وبيقول مانو هنا لسوامي انت لو لمستني هيجي هنا ماليش اكبر زعيم عصابه في المنطقه وهيضربك كمان. فبيقول له سوامي طب ايه رايك بقى لو رحت معاك لماليش بنفسي وضربته كمان؟ فبيروحوا هنا لماليش وبيقعد سوامي هنا معاه وبيقول له انا جاي علشان اروق عليك واضربك كمان قصاد رجالتك. فبيقول له ليه هو انا عملت لك حاجه؟ فبيقول له اصل مانو تايق صاحبتي. وبيقول له طب ما تضربه هو انا مالي انا. وبيقول له هنا لما انا جيت اضربه قال لي ان هو هيجيبك علشان تضربني وساعتها بصراحه انا جيت لك هنا بنفسي علشان اروق عليك قدام رجالتك. وماليش هنا بيتعصب قوي وبيقول رجالته خلصوا عليه. وساعتها سوامي بيروق عليهم كلهم ما يسيبش حد فيهم نهائي. وساعتها ماليش هنا بيعتذر له وبيمشي سوامي وبتشكره هنا بريه وبيقول لها سوامي انا بحبك وعايز اتجوزك كمان. فبتقول له ايه ده كده على طول من غير اي مقدمات وبيعرفها كل حاجه عن نفسه وعن حياته كمان. وبيقول لها لو وافقت على الجواز ابقي بلغي اختي هنا بقرارك. وساعتها بيمشي وبيروح جي بي هنا لجوبال وبيقول له انا قررت استولى على كل الشركات الرائده خلال ال5 السنين الجايين واي حد هيعترض طريقي هقتله وانت ليك هنا الاختيار يا اما تبيع لي شركتك بمقابل 200 مليار يا اما هتواجه الخيار الثاني وهو القتل. وساعتها شوبال هنا بيقول له شركتي مش للبيع. وجي بي هنا بيقول له تمام يبقى انت هتواجه كل حاجه وانا كنت سمعت خطابك الاخير وانت بتقول ان انت عشت ناجح وعايز تموت هنا ناجح لكن بعد مقابلتي بوعدك ان انت مش هتموت ناجح. وبيمشي من قدامه
وبيقول شوبال هنا لسانشي مش عايز انانت يعرف حاجه من اللي اتقالت هنا. وبتقول بريه هنا لمامتها ان في عريس اتقدم لي امبارح، فبتقول لها مامتها هو باين كده عليه ان هو عجبك، بس نصيحه مني لو فقير ما تقوليش لابوكي، وعلشان هو اصلا مش هيوافق عليه. فبتقول لها لسه مش عارفه. وبينادي ساعتها باباها راميش عليها وبيقول لها تعالي معايا مشوار عامل لك هنا مفاجاه. وبتروح بريه معاه وبتساله هي ايه المفاجاه، وبيقول لها جايب لك عريس. وبريه ساعتها بتتضايق قوي وبتقول له ليه ما عرفتنيش من الاول، وبيقول لها عشان المفاجاه ما تبص وادخلي اتكلمي معاه وبعدها عرفيني اذا كان عاجبك ولا لا. وبيوريه لها وبيكون ساعتها انانت. واول ما بتشوفه بريه بتفرح قوي لانها مفكراه هنا سوامي، وبتدخل تتكلم معاه وبتقول له هو انت كنت تعرفني لما انت شفتني قبل كده؟ فبيقول لها انا قابلت بيكي بعد ما جمعت عنك كل المعلومات. وبيقول لها كمان على كل حاجه هي بتحبها وبتكرهها. وبيقول لها انا عرفت كمان ان انت بتحبي تطعمي الفقراء. فبتقول له انت عرفت كل ده ازاي؟ فبيقول لها انا رجل اعمال ومش بقرب من اي حاجه غير بعد بحث دقيق. وبيقول لها مش عايزه تساليني اي سؤال تاني؟ فبتقول له لا. فبيقول لها تمام، طب هاتي رقم تليفونك بقى. فبتديهوله ساعتها وبتمشي. وبيتصل شوبال هنا على انانت وبيقول له العروسه عجبتك؟ وبيقول له ساعتها ايوه بس لسه هترد عليه. فبترجع هنا بريه البيت وهي فرحانه قوي وبتقول لمامتها بابا رتب كواسي بقى مع سوامي اللي كلمتك عنه. فبتقول لها مامتها انت متاكده؟ انا حاسه ان في حاجه غلط. فبتقول لها بريه انا قابلته واتكلمت معاه كمان. فبتتصل سوبو هنا على بريه وبتقول لها انا عرفت ان اخويا طلب ايدك للجواز، قررتي ايه بقى؟ علشان هو مستعجل قوي على الرد. فبتقول لها بريه ما انا قابلته من شويه في المكتب وقلت له ساعتها هفكر وارد عليه. فبتقول لها سوبو مكتب ايه؟ اخويا مطرود من مكتبه بقاله اسبوع وهو عايز رقمك، اديهوله ولا لا؟ فبتقول لها اديهوله. وبتروح بريه تسال باباها هو العريس اسمه ايه؟ فبيقول لها ساعتها انانت وهيبقى كمان المدير التنفيذي لشركه باباه في المستقبل. وساعتها بريه بتنصدم قوي وبتروح تقول لمامتها ان الشاب اللي قابلته مع بابا هنا مش سوامي، ده واحد شبهه بالظبط. فبتقول لها طب هو انت معجبه بمين فيهم بالظبط؟ فبتقول لها الاثنين. فبتقول لها مامتها والاثنين كمان معجبين بيكي، يبقى خليكي بقى مع الاثنين وبعدها يبقى اختاري براحتك مين اللي هيعجبك اكتر من التاني وخدي قرارك تمام. وبالفعل بتعمل بريه بكلام مامتها وبتقضيها مع انانت شويه كده بحياته الحلوه ومع سوامي بشويه بحياته البسيطه. وبيروح هنا جي بي برجالته على فرع الشركه بتاعه شوبال اللي هيفتتحها كمان في فيسيكا وبيقتلوا العمال كلهم. ولما بيعرض اشوكا على جي بي ان هو يكون شريك معاه في الشركه فبيقول له ساعتها جي بي اذا كنت انا رافض ان انا اشارك المالك هشاركك انت. وبيقتله هنا. وبيتصل جي بي على شوبال وبيقول له انا وعدت ابني ان انا هديله شركتك يوم عيد ميلاده، وبصراحه هنا انا بتصل بيك وعازمك على عيد ميلاده، بس طبعا بعد ما تتخلى اصلا عن شركتك وانا استوليت دلوقتي على فرع فاسكا. وبيقفل السكه ساعتها. وساعتها شوبال هنا بينصدم ومش بيقدر يرد عليه علشان انانت كان قاعد هنا. وبيقول انانت لسانشي لو فرع فاسكا هنا محتاج عمال زياده يلا وديلهم هنا ووفر لهم العمال علشان احنا عايزين نفتتح الفرع هنا في ميعاده. وبتقول الام هنا لبريه قررت تختاري مين من الاثنين؟ وساعتها بريه بتقول لها القرار صعب قوي. فبتقول لها مامتها كده مش هينفع لان انت هترفضيه هيعاني اكتر من اللي انت هتقبليه، ولازم تروحي هنا وتبلغي قرارك للي انت مش عايزاه فيهم، وحطي في اعتبارك اللي انت هتختاريه منهم لازم تتاكدي ان هو هيعاملك كانسانه وعيلته كمان لازم تحبك. وساعتها بريه هنا بتروح علشان تبلغ انانت بقرار انفصالهم. وساعتها بيكون عامل مؤتمر وبيتكلم على الفقر واحتياجاتهم كمان وان هو هيساعد المحتاجين باكتر حاجه ممكن يعملها. وبترجع بريه هنا في كلامها وبتمشي وبتروح بريه البيت سوامي. فبيقابلوها اهل سوامي هنا بكل حب وبيقعدوا معاها كمان وبيقولوا لها احنا حبيناكي قوي. وبيقول لها سوامي وانا بحبك اكتر منهم. وبيشوفهم هنا السواق بتاع بريه من الشباك وبيتصل على بابا بريه وبيقول له بنتك واقعه في غرام واحد هنا ولو ما لحقتهاش يمكن تيجي هنا تلاقيها متجوزه. وساعتها راميش بيتعصب قوي وبيقول له انا جاي لك حالا. وبياخد راميش هنا قوه من الشرطه وبيروحوا عند سوامي وبيقولوا له ساعتها اخرج من البيت والا هنضرب النار عليك. فبتخرج بريه هنا كاري وسوامي وراها، بس راميش اول ما بيشوفه بيفتكروا ان هو اناني وبيقول للشرطيين نزلوا الاسلحه بتاعتكم. وبيعتذر لسوامي وبيقول له لو عايز تتجوز بنتي هنا دلوقتي
شركتي انا موافق. فبيقول له سوامي بس انا مش هقدر اتجوزها غير بعد ما اجوز اختي الاول. فبيقول له راميش هو انت عندك اخت اصلا؟ وبيبص وبيلاقي باباه ومامته طالعين من البيت، وبيعرف ان هو مش اناني، وبياخد بنته هنا وبيمشي. وبيشكر جوبال هنا ابنه في المؤتمر الصحفي لانه هو قدم له اكمل هديه، وان هو دخل هنا السعاده ل1000 اسره يوم عيد ميلاده. وبيقول لهم ان ابني هيكون المدير التنفيذي الجديد لشركتي من اول ابريل. وبيحكي جوبال هنا لانانت عن التهديد بتاع جي بي ليه. فبيقول له انانت تحب اروح واتكلم معاه؟ فبيقول له مش بيسمع لحد. بعد ما بياخد القرار بتاعه وبتتكلم هنا بريه مامتها وبتقول لها انا قررت اتجوز سوامي وانانت جاي دلوقتي وهبلغه بالقرار بتاعي. وبيروح راميش هنا لزعيم العصابه وبيديله شنطه فلوس وبيقول له انا عايزك تقتل لي هنا سوامي. وبيروح جي بي هنا لجوبال وبيقول له انت اعلنت ان ابنك هيكون المدير التنفيذي للشركه حتى بعد ما انا قررت ان انا اخدها. طب ايه رايك بقى ان انا هقتله لك النهارده؟ ويا توب بيوصل هنا انانت عند بريه وبيلاقي شاحنه هجمت عليه علشان تموته، وبينقذ هنا نفسه منها. وبيبص وبيلاقي كريتيك ورجالته هنا بيهكموا بالعربيات، وبياخد انانت هنا بريه وبيكروا. وبيلاقي العصابه اللي راميش مكلفهم بقتل سوامي هنا في وشه وبيطردوه هم كمان وبيحاصروه كلهم هنا. وبيكلم كريتيك باباه وبيقول له انانت على بعد 10 ثواني من موته. وبتكون بريه هنا واقفه وبتقول مفيش غير سوامي اللي هيقدر يساعده. وبيقول هنا جي بي لجوبال لو عايز تكلم ابنك لاخر مره كلمه. فبيكلم هنا جوبال ابنه وبيقول له انا مش عايزك تتصرف كرجل اعمال، انا عايزك تتصرف كواحد هنا قذر. وبتكلم هنا بريه فاسو وبتقول له انا عايزه سوامي وينقذ واحد اسمه انانت شبهه بالظبط. وهنا بتكون المفاجاه لما بيقول لها فاسو ان انانت هو سوامي راجل واحد بشخصيتين وبينتمي كمان لعيلتين. فبتحس بريه هنا بالصدمه وبيقول لها انانت سوامي وصل هنا وبيطير هنا في رجاله العصابه وبيروق عليهم كلهم. وبيسال جي بي ابنه قتلته ولا لسه؟ وساعتها ابنه بيقول له لا ده هو اللي هيقتلنا كلنا. فبيحط جوبال هنا رجل على رجل وبتكون بريه هنا واقفه مصدومه وبيضرب سوامي هنا كرسك بكل قوه. وبيركب هنا زعيم العصابه بريه مع رجالته وبيمشيهم وبيهكم سوامي عليه زي النمر وبيضربه بكل قوه. وبيتصل راميش على الزعيم ده وبيقول له خلصتوا عليه ولا لسه؟ فبيقول له الزعيم ده هو اللي هيخلص علينا الله يخرب بيتك، ده مش انسان ده حيوان. وبيمسك سوامي هنا السيف وبيضرب كارتك هنا بكل قوه ولسه هيقتله. فبيقول له كارتك استنى انا جيت هنا علشان اعفي عن باباك واقتلك بتاله، وطالما احنا مش قادرين نقتلك يبقى باباك هو اللي هيموت وليك الاختيار. فبيسلمهم هنا سوامي نفسه فبيضربوه هنا بالحديد على دماغه. وبيكلم الزعيم هنا راميش وبيقول له قتلناه خلاص. وبعد ما بياخد هنا جي بي التمام من ابنه بيسيب جوبال هنا وبيمشي من الشركه. فبيقول له جوبال عملته ايه في ابني؟ ومش بيرد عليه. وبيدخلوا هنا قصه سوامي المشرحه وبيرجع في كرام ابن راش من امريكا وبيقول له بابا انا زينت لك المكتب علشان منصبك الجديد. وبيقول له هنا في كرام بقى انانت اخويا مفقود وانت بتكلمنا عن شغل. وبيكلم في كرام هنا عمه وبيقول له انا بلغت الشرطه عن اختفاء انانت وكلفت ناس تدور عليه وما تقلقش مش هرتاح غير لما القضيه هنا تخلص ونلاقي اخويا. وبتكون هنا المفاجاه ان سوامي لسه عايش. وبيقول له فاسو انت ازاي نكيت بعد ما دخلت المشرحه؟ فبيقول له سوامي ان المشرحه دي تبع مؤسسه جوبال الخيريه وعرفني واحد في اخر لحظه وانقذني هنا. فبتيجي بريه وبتقول له انت ازاي تخدعني؟ فبيقول لها انا هقول لك الحقيقه كلها. وبنرجع بالاحداث لورا وبيقول لها ان فاسو يبقى باباه الحقيقي ولما كان عندي 4 سنين اخدني الملاهي هنا يفسحني وضعت هناك ولقاني السيد شوبال واخدني عنده البيت واهتموا كمان برعايتي وفضل يدور هنا على بابا. وبعد 4 سنين عرف مكانه ورغم ان هو كان اتعلق بيا زي ابنه هنا لكن المبادئ هنا ما تديلوش الصلاحيه ان هو ياخدني منه وكمان يكون اناني وسلمني ساعتها لعيلتي لكن ما قدرش يستحمل بعده عني هو ومراته. وتاني يوم كم لبابا هنا علشان يشوفوني فقال لهم بابا انا مقطر وجع الفراق لاني مريت بيه ومن دلوقتي سوامي هيكون ابني وابنكم وهيقضي عند كل واحد يوم. فبيفرحوا هنا ساعتها وبيتأقلم ساعتها سوامي على وضع العيلتين وبيباشر حياته صح. وبنرجع للحاضر وبتقول لهم بريه طب وليه ما عشتش هنا بوضع انانت؟ فبيقول
فبيقول لها يا فاسو لان ساعتها كنا هنحس ان هو ضيف عندنا. وبيقول لهم سوامي هنا مش لازم شوبال يموت فاشل في ايامه الاخيره مهما حصل. وبتتكلم هنا سكرتيرة جي بي وتقول له اننا اخترنا مرشح لمجلسك، فبيقول لها ساعتها دخليه. وبيقول جي بي لكارتريك انانت مات وشوبال كمان هنا هيموت بعد 20 يوم ومحدش يقدر يمنعني ان انا استحوذ على الشركه كلها. وساعتها بيبص وبيلاقي سوامي داخل عليهم بشخصيته الفقيره وبينصدموا هنا. وبيقعد سوامي هنا وبيقول لهم انا مبسوط ان انا هشتغل في شركه كبيره زي بتاعتكم. وبيبص كارتريك هنا على دماغه من ورا ومش بيلاقي اي اثر للخبطه. وبيقول لباباه ده مش اناني. وبيقول سوامي الجي بي ده الملف بتاعي وفيه كل حاجه عني. وبيخرج كارتريك هنا وبيقول للسكرتيره انا عايز كل المعلومات اللي تخص الشخص اللي لسه داخل عندنا. وتقول له ساعتها حاضر. وبيتصل قران هنا على جي بي وبيأكد له ان الشخص اللي قدامه ده مش اناني. وبيتصل شوبال على جي بي وبيقول له انا ما اعرفش اذا كنت قتلت ابني ولا خبت هنا، لكن اللي انا اعرفه ان هو هياخد المنصب الاداره من بكره لحد تاني، ووريني بقى هتاخد الشركه ازاي. وبيقفل هنا. وبيقول جي بي هنا لسوامي لو شغلتك عندي هنا في الشركه عندك استعداد تعمل اي حاجه علشاني؟ وساعتها سوامي بيقول له اه طبعا. فبيديله جي بي هنا مسدس وبيقول له اقتل نفسك. وطبعا هنا سوامي بيكون فاهم دماغه وبياخد المسدس وبيضرب على نفسه وبيلاقيه ساعتها فاضي. وساعتها جي بي هنا بيثق فيه وبيمضيله كمان بامر تعيينه وبيقول له انا هديلك 200,000 في الشهر وكمان هعينك في وظيفه تانيه تحت امري. فبيقول له سوامي ايه هي؟ فبيقول له هتكون المدير التنفيذي لشركه بيبول مارت لانك شبه ابن شوبال. فبيقول له سوامي طبعا موافق. وهو انا اطول وبيمشي هنا بعد ما بيحقق هنا هدفه. وبيقول جي بي هنا لابنه شوبال رفض ان هو يبيع لشركته ب 200 مليار، دلوقتي هاخدها ب 200,000 والله غبي. وبيروح جي بي تاني يوم على منطقه سوامي علشان ياخده هنا وبيلاقيه بيحتفل مع اصحابه وبيغنوا ويرقصوا كمان علشان المنصب الجديد. فبيستناه لحتى ما بيخلص وبياخده وبيروح على شركته وبيقول له انا هديلك ورقه خطاب اللي هتقوله كمان للموظفين وعايزك تقوله هنا بشكل مختصر وتدخل الشركه بكل ثقه. ويقول كارتك هنا انا عايزك اول ما تدخل تمضي على كل الاسهم الشركه والعقارات لشركتنا وهيكون المحامي هو الشاهد من المحكمه العليا. وبينتهي الامر هنا وبياخد سوامي الورقه وبيحفظ كل اللي فيها وبيقول لهم تمام. وبيطلع سوامي هنا على المنصه ويقول الكلمتين اللي هو حفظهم وبعد كده بيخلص كلامه وبيقول للموظفين بما انكم جزء كبير من الشركه دي انا قررت بصفه المدير التنفيذي الجديد ان اتبرع بنص الاسهم هنا للمؤسسات الخيريه والنص التاني هيكون ملك لكل الموظفين الشركه من اول المديرين لحد الحراس. وساعتها العمال هنا بيفرحوا قوي وبيحيوه كمان وبيفرح شوبال قوي وجي بي بيتعصب جدا لانه هو اتخدع. وبيقعد سوامي هنا مع بريه وبيقول لها مش جي بي بس اللي كان عايز يقتلني ده باباكي كمان وبكره هيعرفك اني مت وعايزك تمثلي عليه ان انت حزينه قوي. وبالفعل بيبلغ رميش بريه بخبر موت سوامي وبتفضل تمثل عليه هنا وان هي تعيط. وبيروح سوامي لرميش البيت فبيقول له رميش انت انانت صح؟ فبيقول له ايوه طبعا وسمعت ان خطيب بنتك مات وانا برضه لسه ما عنديش مانع ان انا اتجوزها. فبيقول له رميش وانا طبعا موافق. وبيقول له سوامي بما ان انت وافقت خليني اقول لك الحقيقه المفروض لما تحب تقتل شخص ليه شبيه لازم ما توريش هنا الصوره لحد، لازم توري لهم الشخص نفسه لان هم قتلوا اناني وانا ابقى سوامي ولو قلت لشوبال انك قتلت ابنه مش هيرحمك. وبيروح يقعد جنب بريه وبياخدها في حضنه وبيقول له رميش اصبر بس نتفق مع بعض. فبيقول له سوامي معنى كده ان انت وافقت على جوازنا؟ فبيقول له لا انا ما قلتش كده. فبيقول له حتى بعد ما بقيت المدير التنفيذي؟ فبيقول له لو كده يبقى تمام انا موافق طبعا. فبيقول له سوامي ده انت طماع قوي. وبيروح كارتك هنا الشركه لسوامي وبيقول له انت انانت صح ولا غلط؟ فبيقول له سوامي انانت مين؟ مش انتوا اللي اتفقتوا معايا امثل تورو؟ فبيقول له كارتك امال ليه ما نفذتش اللي احنا طلبناه منك؟ فبيقول
فبيقول له علشان كنت هتكشف من اول حاجه وانا عملت كده لاني موهوب. فبيقول له كارتك طب انا اسف اني شكيت فيك وهجهز لك اوراق الاسهم علشان تمضيها لشركتنا. فبيقول له سوامي تمام وخد الورتتين دولت، واحده ليك وواحده لابوك. فبيقول له كارتك ده انت غلبان قوي وبيمشي من قدامه. وبيدخل سوامي هنا الفكرام وبيقول له هنا فكرام ايه الحكايه جي بي بقى؟ فبيقول له سوامي مش جي بي بس اللي طمعان في شركتنا، انا سمعت ان في واحد كمان بيكلم رئيسه تليفون وانا في المشرحه، وبيقول له ان جي بي معتقد ان رجالته هم اللي قتلوا ابن شوبان وانا لازم اوصل له. وبيكوز سوامي هنا اخته وبيعمل لها فرح كبير وبيقضي وقت ممتع قوي مع بريه وبيغنوا ويرقصوا كمان. وبيقول كارتك هنا لباباه انا اتاكدت ان هو مش اناني، ده سوامي ساسي. فبيقتل هنا جي بي كران لانه ما اتاكدش من معلوماته من بدايه. وبيقول ساعتها لابنه احنا اتلعب بينا وانا لازم اعلم سوامي الكلب ده درس عمره ما ينساه قبل ما يهدم كل الامبراطوريه اللي انا عملتها. وبيركب سوامي هنا الاتوبيس وبيهاجموا عليه عصابه هنا بالسكاكين علشان يقتلوه. وسوامي ساعتها بيروق عليهم وبيضربهم ضرب فاخر من الاخر وبيضرب الباقيين هنا بكل قوه وبيخافوا هنا وبيهربوا. وبيستلموا هنا الموظفين الاسهم اللي سوامي وعد بيها في الشركه وبيكونوا مش مصدقين نفسهم من الفرحه. وبيجي كارتك هنا وبرجالته وبيقول سوامي لشوبال كمل انت وانا هتولى الامر ده. وبيخرج سوامي هنا مع كارتك بره وبيقول له كارتك انت ليه مطيت اسهم الشركه للموظفين؟ وبيكمل سوامي هنا في التمثيليه بتاعته وبيقول له انا حكيت لشوبال الحقيقه وهو عرض عليا فلوس احسن منكم بصراحه وانا قبلت بعرضه. فبيقول له كارتك انا هقتلك. وساعتها سوامي هنا بيصفر للرجاله بتوعه وبيجوا بالاسلحه وبيقول لكارتك هو انت نسيت ان انا بقيت خاني ولا ايه؟ وشغلت عندي ناس كمان يحموني. فبيقول له كارتك انت مش عارف بابا ممكن يعمل ايه لو عرف كل ده. فبيقول له سوامي طب ما تقول لي انت ممكن تعمل ايه من غير ما تتحمي هنا في باباك. وبيسكت هنا كارتك وبيخليه سوامي هنا يضحكه قدام كل الشركه. وبيروح كارتك هنا يقول لباباه سوامي ضحك الكل عليا. فبيقول له باباه ده اناني مش سوامي وروح جهز تحضيرات عيد ميلادك علشان هرجع لك هنا الشركه زي ما وعدتك وسيب الباقي عليا. وبيبعت هنا جي بي رجالته يكسروا بيت سوامي وبيخطفوا كمان فاسو باباه. وبيسال جي بي فاسو مين هو سوامي ومين هو اناني؟ فبيقول له كل حاجه. وبيتصل جي بي هنا على سوامي وبيقول له انا عرفت كل حقيقتك وباباك دلوقتي موجود في اسم الشرطه بياخد علقه محترمه. وبينزل سوامي هنا بسرعه بياخد عربيته علشان ينقذ باباه. وبيتصل جي بي هنا كمان عليه مره تانيه وهو في الطريق وبيقول له انا هددت الممرضه اللي موجوده في البيت عند شوبان بانها لو ما تتلوش حقنه سم هيقتلها وهي دلوقتي اكيد هتديها له ووريني بقى انت هتقدر تنقذ انهي اب فيهم. وبيروح سوامي هنا ياخد شوبال على المستشفى وبيكلمه هنا جي بي في الطريق وبيقول له انا بعت لك 100 راجل علشان يوقفوك ولو عايز تنقذ ابهاتك الاثنين تعال امضيلي هنا تنازل على اوراق الاسهم في الاسم. فبيخبط هنا باب العربيه على سوامي ولما بيفتح بيلاقي الموظفين وبيقولوا له انت اديت لنا وظايف لما احنا كنا متشردين، روح انت انقذ باباك وسيب لنا شوبان احنا هنوصله على المستشفى بكل سلام. وبياخد سوامي هنا العربيه وبيروح يقتحم الاسم وبيضرب رجاله جي بي كلهم والمفتش كمان وبيكسر لكارتك هنا رجله وبيعتموا العافيه هو وشيبيه وبيمسك السكينه كمان وبيقطع لكارتك شريان ايده وبيحط جوه السنسانه وبياخد المفتاح كمان في ايده. فبيضرب المفتش هنا عليه النار فبيضربه هنا سوامي وبيتصل المفوض على المفتش وبيقول له المفتش ابعت لي دعم في المنطقه الفقيره هنا في حد اقتحم الاسم. فبيقول له ده المدير التنفيذي لشركه بيبو المارك واكر الاسم لمده ساعه علشان يعمل اللي هو عايزه. فبيوصل هنا للمفتش لقرار فصله وبيقول له سوامي انت اكرت الاسم هنا لجي بي علشان يغلط براحته وانا المفوض بقى اقر الاسم علشان اصلح الغلط ده. فبيتركى هنا جي بي سوامي يديله مفتاح الزنزانه علشان ينقذ ابنه. فبينادي سوامي هنا على سانشي ويقول له اقتله. فبيقول له هنا جي بي حتى لو انا مت في شرير تاني هيحارب علشان ياخد شركتك. فبيقول له سوامي عارفه وبيبقى ساعتها هو في قرار
اللي بعت لي العصابه في الاتوبيس علشان يقتلوني، وعارف كمان ان هو كالك هو وباباه واتفقوا معاك على قتلي. فبيقول له جيبي سيبني انقذ ابني، واوعدك كمان ان انا هعمل لك اللي انت عايزه، ومش حاكي كان بشركتك تاني. وبيقول له ساعتها سوامي انا مش عايز اي حاجه غير ان احنا نشتغل مع بعض من غير اي عنف، وخد المفتاح اهو. وساعتها بيمشي، وبيمضي سوامي هنا لفكرام تنازل عن منصبه، وبيقول له خد كل حاجه بس ارجع فكرام القديم اللي بحبه هنا. وبيقول شوبال هنا لفكرام سوامي من الاول ما كانش عايز المنصب ده، وهو مسكه هنا بس علشان يحميك من شر جيبي. وانا بعترف ان سوامي هو مصدر فخري هنا في دنيتي، والثروه كمان اللي انا عملتها. وساعتها بيشكر هنا سوامي، وبيعتذر فكرام هنا لسوامي، وبيجتمع سوامي مع عيلته الاتنين وحبيبته كمان. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.